السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيت غنشارك معكم طريقة كيفاش نوجد الصفة بالنسبة للبنات المبتدئات. المهم البنات، كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك في القناة بالنسبة للناس اللي مشتركينش عندي، مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. ندوزو المقادير. كيف كتشوفوا معايا البنات، هذه الصفه يعني صفه من نوعيه جيده. ها هي حطيتها في واحد القصريه، وغادي نضيف ليها واحد شويه ديال الزيت. مهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، يعني هاد الطريقه صراحه سهله وجد مبسطه بالنسبه للبنات المبتدئات. يعني هاد الطريقه غتخليكم تزعموا بزاف على الصفه، ما غادي تتعلق لكم ما والو. المهم غادي نبسبسوا مزيان هاد الصفه، ندخلوا لها الزيت مزيان. ها هي كيف كتشوفوا من بعد ما درت لها الزيت، يعني كنديروا لها غير الزيت فقط، وغنديروها في الكسكاس تفور. دابا البنات من بعد ما فارت لينا واحد الفوره، ها هي كيف كتشوفوا معايا حطيتها من الكسكاس. هاد الطريقه ما غتخليكم ما تدهش ولا من الصفاء لا من والو، يعني طريقه جد مبسطه وسهله بالنسبه للبنات المبتدئات والبنات اللي تعلق لكم الصفاء. هاد الطريقه سهله جدا. من بعد ما حطيتها من الكسكاس كيف كتشوفوا معايا، دابا غادي نضيف لها واحد الرشات ديال الماء، يعني نزيد نحلها. الماء بارد البنات، يعني كاين اللي كيستعمل الماء سخون، المهم انا استعملت الماء البارد. كيف كتشوفوا معايا انا تندخل هذاك الماء مزيان، وغادي نزيد لها الماء. المهم من بعد ما بسبست بالماء انا رجعتها للكسكاس المره الثانيه عاوتاني حتى تطلع فيها الفوره مزيان. البنات دابا هذه هي المرحله اللي بزاف تيوحلو فيها. مهم من بعد ما حطيت طلعت فيها الفوره وحطيتها، كنحطها مباشره في شي اناء يعني في بانيو، وكنديرها تحت الروبيني نيشان. يعني ها نتوما كتشوفوا بحال مثلا الطريقه ديال الغسيل ديال الزرع مثلا. مهم ما تخافوش منها، طلقوا عليها الماء بارد مزيان، وغادي تحل لكم مع تحل معكم مزيان ديك الصفه. وهاد الطريقه هي اللي ما غاديش تخليها تعلق لكم، وكتجي محلوله وزوينه. نزيد نطلق عليها الماء، ها هي كيف كتشوفوا معايا، وغادي ناخذ الكسكاس وغنصفيو فيه هاد الصفه. كتشوفوا معايا طريقه جد واضحه ومبسطه. دابا من بعد ما حليناها مزيان ديك الصفه بالماء بارد، يعني من روبيني نيشان، غادي نديرها فوق نخليها حتى تسقطر مزيان، ونديروها فوق من النار باش تعاود تطلع فيها الفوره المره الثالثه. ها هي كيف كتشوفوا معايا البنات من بعد ما حطيتها، ها هي كيف كتشوفوا محلوله، يعني سهله. وحتى هنا غادي تسهل عليها باش دغيا طيب معاكم، باش دغيا طيب هاد الصفه ما تاخذش لكم وقت كتير. ها هي دابا درتها في الكسكاس، وغادي نخليوها حتى تطلع فيها الفوره مزيان، يعني قد ما طلعت فيها الفوره قد ما هي لصالحكم. المهم نخليوها تفور مزيان، وغادي نحطوها ملي غتطلع فيها الفوره غادي نعاود نحطوها في القصريه. دابا من بعد ما حطيناها في القصريه البنات كيف كتشوفوا، هذه الفوره الاخيره غادي نضيف لها تقريبا واحد 2 كؤوس ديال الحليب. الا كان عندكم حليب نيسلي يعني سوا كيعطي واحد المذاق هائل، مذاق زوين. نحلوها واحد شويه كيف كتشوفوا معايا، وغادي نضيفوا لها داك الحليب. غنزيدوا واحد الكاس اخر ديال الحليب، غادي نخويو وغادي نخليوها تشرب مزيان هاد الحليب اللي ضفنا ليها، وعاد غنرجعوها تفور. دابا ملي حطيتها البنات خديت الزبيب كان عندي غاسله ودرتو كيفور في الكسكاس، وخليت الصفه. ها هي كيف كتشوفوا معايا كتشرب هذاك الحليب. ها هي دابا من بعد ما بدات كتشرب من هذاك الحليب اللي خوينا عليها، خليوها قد ما شربت قد ما مزيان. وهاد كدير في واحد القفيصه ديال الملح البنات،
نسيت ما قلتهاش لكم، قبيصه ديال الملح كتضيفوها. هذا هو الزبيب درناه لتحت في الكسكاس كيفور. ملي حطيناها باش نديروا لها الحليب يعني الفوره الثالثه درنا داك الزبيب، ومن بعد ما فارت لينا الصفه والزبيب يعني للمره الرابعه، ها هي حطيتها هنا باش غتبرد ونحط ندوزها للتقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وكنتمنى تزوروني في القناة ديالي وتشتركوا عندي وتكونوا من متتبعي الاوفياء. وشكرا لكم بزاف، شكرا على المتابعة. ما تنسوش ديروا لي لايك، واللي ما مشتركش في القناة يشترك. الى فيديو جديد ان شاء الله.